السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنتكلم مع بعض عن ايه هو الكلاود كومبيوتنج. احنا دلوقتي عمالين نقول ان احنا هنتكلم عن AWS و AWS عبارة عن ان هي كلاود بروفايدر وبتبروفايد الكلاود كومبيوتنج والكلام ده كله. طيب الكلام ده عبارة عن ايه او ايه هو اصلا الكلاود كومبيوتنج ده؟ تمام. طيب وكمان هو تعريفه ايه، يعني اقدر اعرفه ازاي؟ خلينا نقول ان الكلاود كومبيوتنج هو ان انا ببتدي اوفر، تمام، كمبيوت باور، تمام، وداتابيز وستورج ابلكيشنز اي تي ريسورسز، ببتدي اوفر الحاجات دي عن طريق الانترنت. طيب خلينا نتكلم اول حاجه يعني ايه كل حاجه من الحاجات دي. طيب انا بقول ان انا هوفر كمبيوت باور. طيب ايه هي الكمبيوت باور اصلا؟ الكمبيوت باور هي عبارة عن الهاردوير بتاعي، تمام، عبارة عن السي بي يو اللي انا محتاجه، عبارة عن الرام اللي انا محتاجها، عبارة عن الجي بي يو اللي انا محتاجه، عبارة عن الهاردوير دي، تمام، الهاردوير اللي بيوفر لي الكمبيوت باور اللي انا محتاجها عشان ابتدي انفذ تاسك معين، محتاج اعمل تريننج ال ML موديل، تمام. طيب فانا بالتالي محتاج كمبيوت باور، محتاج جهاز قوي ابتدي احط عليه الموديل بتاعي ده عشان يبتدي يعمل تريننج. اوكي. وكذلك طبعا اكزامبل اي حاجه تاني، لو انا عايز اعمل ويب سايت، عايز اهوست ويب سايت، تمام، الى اخره. تمام. نفس الفكره برضو لو انا عايز اعمل داتابيس سيرفر، تمام. نفس الفكره لو انا محتاج storage، تمام، لو انا محتاج تخزين، محتاج هارد ديسك اس اس ديز، تمام. نفس الفكرة برضو لو أنا محتاج applications، محتاج أوفر الابليكيشن بتاعي عن طريق الإنترنت، مش أي حد يجي يستخدم الابليكيشن بتاعي، هبتدي أقول له خد ادي الابليكيشن بتاعي وخد شغله، ومحتاجين نكونكت بكذا ومحتاجين نعمل كذا، لأ، أكيد محتاجين إن احنا نوفر الابليكيشن ده عن طريق الإنترنت إلى آخره. تمام. طيب فيبقى الكلاود كومبيوتنج هو إن أنا ببتدي أوفر الحاجات دي عن طريق الإنترنت. طيب بوفرها عن طريق الإنترنت إمتى؟ بوفرها عند الحاجة بس. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي محتاج أترين الموديل بتاعي، تمام. طيب أنا التريننج ده هياخد مني 3 ساعات وبس، خلاص أنا مش محتاج الجهاز اللي أنا هترين عليه ده تاني، أنا محتاجه بس جاست 3 ساعات، هعمل التريننج وخلاص على كده. اوكي. طيب هنا هنا بقى الكلاود بيبروفايد ليك الحاجه دي، بيبروفايد ليك ان انت هتاخد الكمبيوت باور دي او هتاخد الهاردوير دوت لمده معينه، ومش هتدفع غير على المده اللي انت استخدمتها دي بس. فعشان كده هنا بيقول لي with pay as you go، تمام، pricing. ده معنى ايه؟ معناه ان انا بدفع على اللي انا استخدمته بس، تمام، مش هبتدي ادفع على الجهاز دوت. انا مش لازم ابتدي يبقى معايا الجهاز ده فعليا او السيرفر ده او الجهاز القوي ده عشان ابتدي اترين الموديل، لا، انا بس زي هأجره 3 ساعات ابتدي اعمل عليه اللي انا عايزه، تمام، وبعدين خلاص مش هدفع عليه حاجة تاني. طيب فده كده هو الكلاود كومبيوتنج. يبقى خلينا نلخصه تاني. الكلاود كومبيوتنج هو ان انا ببتدي اوفر الهاردوير او الكمبيوت باور او الداتابيز او الاستورج الابلكيشن اي تي ريسورس، ببتدي اوفرها عن طريق الانترنت، وببتدي اوفرها عند الحاجة بس، وكمان ما بدفعش عليها غير لما استخدمها. اوكي. طيب. طيب قبل الكلاود كنا شغالين ازاي؟ او لغاية دلوقتي ممكن يكون برضو في، مش ممكن، هو في برضو لغاية دلوقتي الشركات شغالة بالنظام القديم. طيب هو ايه اللي موجود دلوقتي او ايه الحاجة المتوفرة قبل الكلاود؟ طيب هو ان انا بيكون عندي التراديشنال كومبيوتنج موديل، تمام، اللي هو ان انا بيكون عندي الهاردوير ده موجود عندي. طيب. طيب دلوقتي الكلاود وفر لي ايه او الكلاود حلل لي ايه؟ الكلاود ابتدى اوفر لي الانفراستراكشر او ابتدى اوفر لي الهاردوير دوت، وفره لي كسوفت وير، تمام. يعني هو دلوقتي خلاني ابطل افكر ان انا محتاج السيرفر اللي عندي ده محتاج يتعمل له مينتيننس، محتاج يتعمل له صيانه، طيب انا عندي في هارد ديسك اتحرق محتاج اغيره. هو ابتدى يغير الكلام ده كله في ان انا ما بقتش بفكر غير بس في السوفت وير اللي انا هحطه ده، هبتدي احطه ازاي، وهبتدي اركز على السوفت وير بتاعي انا هعمل فيه ايه، هضيف فيه ايه، مش شاغل دماغي بايه اللي بيحصل ورا، تمام، ايه اللي بيحصل في الهاردوير نفسه. اوكي. طيب
فزي ما احنا بنقول اللي كان موجود قبل كده هو التراديشنال كلاود كومبيوتنج. طيب التراديشنال كلاود كومبيوتنج ده كان بيوفر لي ايه؟ كان بيوفر لي infrastructure as a hardware. طيب يعني ايه infrastructure؟ زي ما احنا قلنا الانفراستراكشر هي البنية التحتية بتاعتي، تمام؟ يعني لو هنترجمها ترجمة حرفية، فاللي هو ان انا بيكون عندي السيرفر او الجهاز، وبيكون عندي انا الهارد ديسكس، بيكون عندي انا الرام، بيكون عندي الجهاز كله كامل، تمام؟ كقطعة هاردوير زي البي سي اللي موجود عندك، تمام؟ فده بيكون موجود عندي، وبالتالي ده بيكون موجود كهاردوير. اوكي. طيب ايه الحاجات اللي بيوفرها لي الهاردوير، او ايه العيوب بتاعه الهاردوير؟ طيب اول حاجه ان انا دلوقتي احنا طبعا مش بنتكلم ان انت عايز تهوست مثلا البورتفوليو بتاعك، لا، احنا بنتكلم دلوقتي عن شركات كبيره، وبرضه هنتكلم في نقطه الحاجات الصغيره اللي زي دي، بس خلينا دلوقتي يعني عشان الفكره توضح اكتر ناخد اكزامبل لحاجه كبيره. دلوقتي عندنا شركه زي نتفليكس، اوكي؟ طيب دلوقتي نتفليكس، تمام، هي محتاجة تهوست الأفلام بتاعتها دي، تمام، تكون موجودة على كلاود، تكون موجودة على الإنترنت، تمام. طيب لو هي مش هتستخدم كلاود دلوقتي، هي هتعمل ايه؟ هي أول حاجة هتعوز مكان كبير، تمام، هتبتدي توفر للمكان ده حراسة، وتوفر له كمان جو كويس، تمام، عشان تبتدي تحط فيه السيرفرات بتاعتها، تمام. طيب وكمان هتحتاج ان هي تبتدي تفكر هي هتحتاج كام سيرفر. دلوقتي هي هتبتدي بقى تتوقع، دلوقتي هي متوقعة ان هي 2023 هيكون عندها مثلا في 5 مليون ريكوست مثلا بيتعملوا كل شهر، تمام. طيب فهي مثلا هتشوف 5 مليون ريكوست دول محتاجين مثلا عندي من السيرفر اكس ده محتاجين 10، فانا هبتدي اجيب ال10 دول، تمام. طيب هي هنا بتبتدي تتوقع ال5 مليون دول ممكن يجوا 3 مليون. طيب فبالتالي هي هيكون عندها في أجهزة مش شغالة، هي جابت 10 أجهزة، في دلوقتي جهازين أنا مش بستخدمهم، أنا مش بعمل بيهم حاجة، تمام، فهيكونوا مش لازمة، أنا دافع تمنهم، تمام، لكن هم مركونين مش بستخدمهم. طيب وفي نفس الوقت برضو ممكن يجي فيلم من اللي نزل يطلع ترند، تمام، فبدل 5 مليون ريكوست دول يجي 8 مليون ريكوست. طيب انا عندي 10 اجهزه، بس ال10 اجهزه دول مش هيقدروا يهندلوا 8 مليون ريكوست، فانا كده محتاج ابتدي اجيب اجهزه تاني، ومحتاج ابتدي انزل الاوبريتنج سيستم بتاع الاجهزه دي، وابتدي انزل الداتابيز بتاعتي على الاجهزه دي، وحاجات تانية كتير، اوكي. طيب فده مشكله الهاردوير، تمام، ان هو مش فليكسيبل معايا، ان انا ببتدي يعني الموضوع بيبقى بتوقع، ويا اما اقل يا اما اكتر، تمام. طيب فهنا كده ده اللي كان بيحصل في الأول، لو دلوقتي عندي شركة زي كده وعايزة تبتدي تنكلود الكلام ده. طيب الكلاود بقى دلوقتي بيعمل ايه؟ هيبروفايد ايه؟ الكلاود نفس الفكرة، انا دلوقتي محتاج سيرفرز، تمام، فهيبتدي يبروفايد ليا السيرفرز دي، بس الموضوع زي ما احنا قلنا فليكسيبل، تمام. طيب يعني ايه فليكسيبل؟ يعني انا دلوقتي بروح مثلا للكلاود بروفايدر بتاعي هو AWS، فانا جيت النهارده رحت ال AWS قلت لها انا عايز 5 اجهزه، تمام، هبتدي احجزهم لمده يعني مش شرط كمان احجزهم، يعني انا ببتدي اقول لها ان انا عايز دلوقتي 5 اجهزه، تمام، وانا جاست بس ان انا ببتدي افصل الاجهزه دي خلاص، ما ببتديش استخدمها، تمام، ما ببتديش ادفع لها فلوس، تمام. فهي هنا الفلكسبيليتي جه. طيب انا تاني يوم الفيلم بتاعي طلع ترند، فال5 اجهزه دول مش مكفيني، انا عايز 5 اجهزه تاني، اوكي، ما فيش مشكله، تقدر جاست بس بشويه كليكس تبتدي تكريت اجهزه تاني. كمان ممكن ان انت تعمل اوتوميشن، ان انت بتقول له ان انت بس هتبدا بجهازين بس، تمام، زي ما احنا قلنا، تمام، هتبتدي تبدأ بسيرفرين بس، وانت هتقول له انك اوتوماتيك اول ما تلاقي الريكوستات زادت كريت لي جهاز تالت، اول ما تلاقيها زادت تاني كريت لي واحد رابع. طيب خلاص الترند خلص والناس بطلت تاكسس كتير، الناس قلت تاني، طيب خلاص ابتدي بقى اطفي لي الجهاز الرابع اللي انت شغلته ده. طيب خلاص بقينا برضو التالت ده احنا مش محتاجينه، طيب خلاص ابتدي بقى اطفي لي الجهاز التالت ده، ومش هتدفع عليه غير الوقت اللي انت استخدمته فيه بس، يوم يومين ساعة اتنين، تمام، وهكذا. طيب فعشان كده احنا بنقول ان هي flexible، وكمان هي quickly و easily، وكمان cost effective. طيب ليه
cost effective. تمام، عشان زي ما احنا قلنا ان احنا ما بنبتديش غير بندفع على الجزء اللي احنا استخدمناه. تمام، فبالتالي هي بتكون احسن من الهاردوير. وكمان هي بتبتدي كمان تشيل من عليا الحمل بتاع التاسكات الموجودة التقيلة. زي ايه؟ طيب زي ان انا بيكون انا زي ما احنا قلنا ان انا ببقى محتاج ابتدي انزل اوبريتنج سيستمز على الاجهزة دي كلها. تمام، كل سيرفر عندي ببتدي انزل اوبريتنج سيستم انا بنفسي. كمان ببتدي كمان بعد كده بنزل الابديتس والباتشز والسكيورتي باتشز للاوبريتنج سيستم دوت. ببتدي كمان انزل الابديتس والسكيورتي باتشز بتاعه الداتابيز نفسه، بتاعه السيرفر نفسه اللي انا هوست عليه، بتاعه الكلام ده كله. تمام، برضو بلس الهاردوير سكيورتي نفسها، ان انا ببقى زي ما احنا قلنا ان انا محتاج سكيورتي على الداتا سنتر بتاعي نفسه، على المكان اللي فيه السيرفرز بتاعتي. تمام، مش ما ينفعش اي حد يدخل كده يروح فاصل الكهرباء، ما ينفعش حد يدخل يروح يعمل حاجه. فدي كلها حاجات بتتهندل. فهي الكلاود دلوقتي بيشيل من عليا الحمل بتاع الحاجات دي كلها، انا ما بشغلش بالي. تمام، دي مسؤوليه AWS، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. طيب، فبنيجي معانا للكلاود. طيب الكلاود عندي بيكون ليها اكتر من موديل. اوكي، طيب فاول حاجه عندي الاون بريمس، ان انا ببتدي اعمل كلاود، بس الكلاود دي بتكون عندي انا في الشركه. تمام، يعني انا بدل ما بيكون عندي الهاردوير العادي او السيرفرز العاديه، لا انا بيكون عندي الفيرتشواليزيشن والحاجات دي كلها بتكون في سيرفر واحد كبير او اكتر من سيرفر مربوطين ببعض كبار. تمام، بيكون عن طريق ان هو موجود عندي في الشركه. فوقتها انا اللي ببتدي، ما دام السيرفر ده موجود عندي في الشركه، انا اللي هبتدي اوفر له النتورك، وانا اللي هوفر له الاستورج، وانا اللي هوفر له السيرفرز، وانا اللي هوفر الفيرتشواليزيشن بتاعه الهاردوير وبتاعه السوفت وير. انا اللي هبتدي افرد الاوبريتنج سيستم، انا اللي ببتدي هاندل الميدل وير وببتدي هاندل الران تايم. تمام، وكمان بحط الداتا بتاعتي وببروفايد اليو اي او الابلكيشن او اللاير الاخيره لليوزر بتاعي. فهنا اللي هنلاقيه لونه ازرق ده كله انا اللي بمانجه. تمام، يعني فلنفرض لو احنا ماشيين على الاكزامبل بتاع نتفليكس، فنتفليكس هي المطلوب منها تهندل الكلام ده كله. طيب تاني حاجة عندي هي infrastructure as a service. طيب infrastructure as a service دي يعني ايه بقى؟ دلوقتي بيقول لي ان انت بدل ما انت هتمانج النتورك والاستورج والسيرفرز والفيرتشواليزيشن، لا انا هاخد دول وهروح اديهم للكلاود بروفايدر بتاعك اللي هو AWS فور اكزامبل. تمام، ف AWS هي اللي هتبتدي تمانج النتورك والاستورج والسيرفرز والفيرتشواليزيشن زي ما احنا اتكلمنا من شويه، هي اللي بتبتدي تمانج الحاجات دي والسكيورتيز والكلام ده كله. تمام، بس هنا في الاي اس او الانفراستراكشر از سيرفيس بيقول لي ان انت بقى اللي هتبتدي تحط الاوبريتنج سيستم، انت اللي هتبتدي تحط الميدل وير، انت اللي هتبتدي تعمل الران تايم بتاعك والداتا والابلكيشن. اوكي، طيب. فلنفرض انا دلوقتي بقى عايز اريح نفسي من الجزء بتاع الاوبريتنج سيستم والميدل وير والران تايم والحاجات دي كلها. فهنا بيقول لي بقى هتروح لحاجه اسمها بلاتفورم از سيرفيس. طيب البلاتفورم از سيرفيس دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان دلوقتي AWS او كلاود بروفايدر هيبتدي هو المسؤول عن كل الحاجات اللي تحت دي. انا مسؤول عن ايه؟ انا مسؤول عن اني احط الداتا بتاعتي. تمام، واني اهندل الابلكيشن او اللاير الاخيره اللي بتوصل لليوزر. تمام، فانا بس هيكون عليا ان انا هندل الابلكيشن والداتا. تمام، لكن الباقي ده كله بيكون مسؤولية AWS او مسؤولية الكلاود بروفايدر. طيب اخر حاجة عندي هي السوفت وير از سيرفيس، تمام، او الساس. ودي بيكون فيها AWS هي اللي بتمانج الموضوع كله من اوله لاخره. تمام، انا جوست بس بحط او بديها الكود بتاعي، وهي بعدين المسؤولة عن انها تعمل اي حاجة. او انا مثلا لو هنهوست داتا زي مثلا افلام، فانا جوست ان انا هحط الفايلز بتاعت الافلام بتاعتي دي. تمام، وقتها كل حاجة هي اللي هتبقى موجودة. طيب خلينا ناخد كده اكزامبل لطيف دايما بيبقى موجود في النقطة دي، وهو كأننا بالظبط عايزين نعمل بيتزا. تمام، طيب الاون بريمس او ان انا هعمل البيتزا دي كلها في البيت، فانا ببتدي انزل اشتري الدقيق واللبن والبيض والحاجات دي كلها. وكمان لو هو مطعم كبير، تمام، فهو مثلا بيكون مسؤول برضو عن، ممكن كمان في مطاعم بيكون عندها مثلا لو انا دلوقتي هعمل فراخ او حاجة، فهي بيكون عندها المزرعة بتاعتها، بيكون عندها المكان اللي هي بتزرع فيه او كده مثلا الخضار او الحاجات دي. تمام، فكل ده بيكون مسؤوليتها. تمام، كمطعم كبير.
تمام. طيب او لو في البيت فانا خلاص زي ما احنا قلنا بنزل اشتري الحاجات دي كلها حاجه حاجه، وببتدي اروح البيت ابتدي اعمل الحاجات دي كلها براحتي. تمام، ببتدي اعمل كل اللي انا عايزه. تمام، احط الدقيق واحط المقادير وابتدي اعمل واخلط لغايه ما اطيب البيتزا وتطلع معايا. طيب تاني حاجة الانفراستراكشر as a service. تمام. طيب فده لو خدنا طبقنا عليه الاكزامبل بتاع البيتزا. تمام، فانا بدل ما بنزل اشتري دقيق واللبن والبيض والحاجات دي كلها عشان ابتدي اعمل العجينة بتاعة البيتزا، تمام، وبعدين ابتدي اعمل الحاجات دي كلها، لا، فدلوقتي بيقول لي ان انا هنزل السوبر ماركت هشتري عجينة البيتزا دي جاهزة من السوبر ماركت. تمام، وهروح بقى هبتدي اجهز مثلا وليكن الفراخ والخضار والحاجات بتاعتي واحطها على البيتزا دي، تمام، على العجينه اللي انا جبتها. فدلوقتي انا ما بقتش مسؤول عن العجينه دي نفسها. تمام، العجينه دي بقت بجيبها جاهزه من السوبر ماركت. تمام، بحطها بس يا دوبك بحط عليها الحاجات وادخلها الفرن. طيب. طيب البلاتفورم از سيرفيس بقى. طيب البلاتفورم از سيرفيس بيقول لي هنا ان انا ببتدي بقى هنزل السوبر ماركت، انا هبتدي اجيب الحاجات بتاعتي بقى كلها جاهزه. يعني انا هنا بدل ما كنت مثلا هجيب الفراخ واتبلها واطيبها والحاجات دي كلها، لا، هنا دلوقتي انا بنزل السوبر ماركت. تمام، هشتري عندي الحاجات دي كلها تبقى موجوده جاهزه في اكياس. تمام، وانا بس هاخدهم احطهم على بعض بالطريقه اللي انا عايزها. تمام، يعني انا دلوقتي هنزل السوبر ماركت هشتري العجينه جاهزه، هشتري الزيتون جاهز ومتقطع، هشتري الفراخ جاهزه ومتبله ومتقطعه كل حاجه. تمام، وبس جاست ان انا هروح. تمام، هبتدي لو مثلا انا مش عايز فلفل فخلاص كده انا ما اشتريتش فلفل مش هحط الفلفل. تمام، هبتدي احط الحاجات كلها اللي انا عايزها فوق بعضها وادخلها الفرن وخلاص طلعت طيبه. تمام، فده البلاتفورم از سيرفيس. طيب السوفت وير از سيرفيس بقى. السوفت وير از سيرفيس هو ان انا ببتدي اطلب المطعم، ايوه انا عايز بيتزا فراخ، فخلاص هو جاب لي بيتزا فراخ جاهزه لغايه عندي. تمام، لغايه البيت، وهو ده السوفت وير از سيرفيس. السوفت وير از سيرفيس مثلا زي اكزامبل مشهور ليه جدا هو الجيميل اللي احنا بنستخدمه. الجيميل ده يعتبر سوفت وير از سيرفيس. تمام، انت هو عباره عن ابلكيشن متوفر لك عن طريق الانترنت. تمام، انت مش مسؤول عن اي حاجه في الكود بتاعه ولا في الديبلويمنت بتاعه ولا في اي حاجه، فهو سوفت وير از سيرفيس. اوكي، اتمنى تكون الدنيا وضحت بالاكزامبل ده. طيب بعد كده عندي الديبلويمنت مودلز. اوكي، طيب الديبلويمنت مودلز هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاجهزه او الكلاود بتاعتي دي هتكون موجوده فين. طيب هي ليها ثلاث انواع، يا اما برايفت يا اما بابليك يا اما هايبرد. طيب الهايبرد من اسمها واضح ان هي عبارة عن الاتنين مع بعض، عبارة عن البرايفت كلاود مع البابليك كلاود، بتكون دمج ما بين الاتنين. طيب البرايفت كلاود دي بتكون عبارة عن ايه؟ البرايفت كلاود دي خلاص زي ما احنا اتكلمنا هنا هي عبارة عن زي الاون بريمس اللي احنا اتكلمنا عنه هنا، فهي بتكون موجودة عندي اون بريمس يعني موجودة عندي انا في نفس مكاني. تمام، فهي الاون بريمس ان السيرفرز او الحاجات دي كلها بتكون موجودة عندي في الشركة بتاعتي. تمام، دي البرايفت كلاود ان هي موجوده عندي. طيب البابليك كلاود زي ايه؟ البابليك كلاود زي AWS مثلا او جوجل او اجور، الحاجات دي كلها. تمام، طيب فان الكلاود بتاعتي بتكون موجوده عند الشركه او عند الكلاود بروفايدر. تمام، وانا ببتدي اكسسها عن طريق الانترنت. الهايبرد هو بيكون دمج ما بين الاثنين، ان انا عندي جزء من الانفراستراكشر بتاعي موجود برايفت عندي في الشركه، وفي نفس الوقت في جزء معين انا بستخدمه عن طريق الكلاود بروفايدر او عن طريق بابليك كلاود. طيب لو هنتكلم على AWS، تمام، والتراديشنال كلاود او الانفراستراكشر از هاردوير اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. طيب فهنا بيكون عندي في تشابه ما بين الاثنين، بيقول لي ان كل حاجه موجوده عندك في الفيزيكال هاردوير بتاعك او الاي تي سبيس بتاعتك، تمام، بيكون موجود زيها في اي دبليو اس. فبيقول لك مثلا ان انت في الاون بريمس او لو انت الحاجات دي بترنها عندك برايفت. تمام، فهيكون عندك مثلا فاير وولز، هيكون عندك الاي سي الز، تمام، هيكون عندك الادمنستريتور، هيكون عندك الراوتر، هيكون عندك السويتش، هيكون عندك الاون بريمس، هيكون عندك
الحاجات دي كلها. طيب فخلينا ناخد حاجة حاجة كده، مثلا layer. بالنسبة للسكيورتي فانت بيكون عندك firewall، وبيكون عندك access control list او ACL، وبيكون عندك الادمنستريتورز. طب فبيقول لك نفس الفكرة برضو في AWS، هنستبدل كل حاجة من دول بحاجة. الفايروول مثلا هيكون في عندي security group، تمام. ال ACLs هيكون عندي النتورك ACLs اللي في AWS. الادمنستريتورز هيكون عندي حاجة اسمها IAM في AWS. طبعا ما تشغلوش بالكم في بالاسماء ولا الحاجات دي كلها، كله ده يعني لسه هنتكلم عنه قدام، بس يعني انا بس بنوضح ان الحاجات دي موجود زيها. نفس الفكرة برضو هنا الراوتر والسويتش والبايب نتورك بايب هيكون برضو عندنا هنا الفي بي سي، وهيكون عندنا الالاستيك لود بالانسر، تمام. طيب نفس الفكرة هنا بيكون عندي سيرفرات في الاون بريمس، تمام. فهناك نفس الفكرة بيكون عندي الاي سي 2 في امازون. هنا بيكون عندي ستورج الهاردات بتاعتي زي السان والناس، بيكون عندي داتابيز. فهنا نفس الفكرة برضو بيقول لي ان انت هيكون عندك انواع الاستورج دي، وهيكون عندك برضو في داتابيز في AWS. اتمنى الدنيا تكون واضحة ولطيفة بالنسبة لكم، واتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم، تمام. لو في اي سؤال او حد عنده اي حاجة يقدر يكلمني على اي حاجة من السوشيال ميديا بلاتفورمز عن طريق الهاندل ده. شكرا جدا ليكم، السلام عليكم.